السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهارده معانا وصفة جلاش ان شاء الله تعجبكم وتكون جديدة وفكرة بسيطة وسهلة لو انت حابة تنفذيها او تجربيها لرمضان. اول حاجة جبت عندي هنا، يعني كان عندي لفة ناقصة شوية ولفة كمان ناقصة شوية جلاش هنستخدمهم. بس اول حاجة هعمل الشربات. حطيت كوباية مية وكوباية سكر، وكان عندي شربات قديم او سيرب قديم في التلاجة بشيله. حطيت منه ربع كوباية، وحطيت نص ليمونة. جبت عندي بقى الجلاش بتاعي، هو كان فيه زي ايه، زي قطع متقطعة. بس طبعا احنا مش هنرميها، فانا قلت اعمل الفكرة دي، وهي فكرة سهلة وبسيطة وطلعت جميلة جدا. جبت الصينية زي ما انتم شايفين كده، وحطيت ورقة الجلاش وهي مطبقة على 2، ودهنت سمنة عادي او سمنة على زبدة براحتك. بس طبعا الحلويات ما بتحبش زيت، فحطيت زي ما انتم شايفين كده القطع بتاعة الجلاش بتاعتي، وبدهنها من كل ورقة بدهنها زبدة او سمنة على زبدة. وبرصهم كده زي اكني هعمل وردة. طريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت جديدة، على اساس ان انا الجلاش دوت هستخدمه مش هرميه، بس هعمله بطريقة مبتكرة او طريقة جديدة علشان علشان تسهل عليا. لو انا لسه مش حابة الف واورق واجهز، فدي بطريقة بتبقى بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت منجزة. حطيت هنا زي ما انتم شايفين، لفيت بالصينية كلها داير ما يدور كده. وبعد كده جبت عندي سوداني، طبعا مش حادق، سوداني من غير ملح، وجرشته او فرمته فرم ناعم كده زي ما انتم شايفين، مخليه وسط. لو طبعا انت عايزه تحطي مكسرات بقى براحتك، بندق، لوز، اللي حباه. لكن انا اللي كان متاح عندي سوداني. جبت بقى اخر طبقه من الجلاش بتاعي اللي كانت سليمه، حطيتها في الاخر كده بعد ما حطيت ايه، السوداني بتاعي. وهجيب بعد كده بقى ايه الحروف دي واتنيها، بس مش اتنيها على وانا ببرمها، فاهمني؟ زي شكل رول كده. واحاول ايه، ادمجها واضغط عليها علشان ما تتفردش معايا، او ما تفكش معايا تاني. طبعا انت ممكن بقى تكوني دهنه ايدك شويه ميه، وفاهمه، وتضغطي عليها كده علشان، بس انا الجلاش بتاعي كان طري، فبقيت اضغط عليها بايدي كده فاتضغطت عادي. نلفه كده زي ما انتم شايفين، وعملته على شكل رول كده من الطرف. طريقه سهله وبسيطه وجميله، وفي نفس الوقت عجبت الولاد يعني بجد جدا يعني. طريقه جميله وطريقه سهله وجديده، فاتمنى انها تعجبكم وتنول رضاكم. بعد ما لفيت بقى زي ما انتم شايفين الطرف كده زي رول كده، وبرمته كده بالطريقه دي. بحاول اضغطه كده عشان مفيش حاجه تفك منه. وبعد كده جبت الشوكه وعملت تغريزات كده عشان تعمل ايه، ثقوب في قلب القاع من تحت، علشان لما ادخلها الفرن ما تتنفخش، وفاهمني، وتبقى شكلها مش احسن حاجه. بعد كده جبت بقيه الزبده على السمنه بتاعتي، وقعدت كده اسقي الجلاش بتاعي بالسمنه والزبده اللي موجودين على بعض كده، لحد ما اشبعها بقى بالايه، بالسمنه والزبده على بعض مع بعض يعني، لحد ما الاقي كل الجلاش او بصوا اتغرق سمنه على زبده. دخلتها بقى الفرن على رف متوسط كده، وسبتها من غير ما اشغلها الشوايه في الاول. جبت هنا عندي كوبايه ونص لبن، وحطيت عليهم 3 معالق نشا، وحطيت 5 معالق سكر علشان نعمل ايه، القشطه الكدابه. وبعد كده هاخدهم على النار، ادوب بس السكر مع النشا على البارد كده. وبعد كده اخدهم على النار متوسطة ولحد ما القوام بتاعي يتقل. وطبعا هنا السيرب او الشربات بتاعي كان خلاص تقل، طفيت عليه. هنا بقى القشطة بتاعتي خلاص تقلت معايا، فرحت جايبة عندي معلقتين وش اللبن، حطيتهم على القشطة بتاعتي الكدابة. وبعد كده هي طلعت الجلاش، بصوا شكله بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا، تحفة. هحط بقى الجلاش سخن والشربات بتاعي دافي، احط كده لحد ما تشرب الكمية بقى. طبعا ممكن مش هحط الكمية كلها لانها ممكن تبقى كتير. وبعد كده جبت القشطة بتاعتي بعد ما كانت هدت، ما بردتش بس هي هدت،
وضفتها على وش الجلاش كده. بصوا، طريقة سهلة وبسيطة وجميلة وتحفة. جبت بقى بقية السوداني، فردته كده فوق القشطة اللي انا فردتها. بألف هنا وشفا يا رب. وبعد كده جبنا عندي ايه، جبت عندي هنا صوص كراميل، هزين بيه بقى كده اديله شكل جمالي. بألف هنا وشفا. طريقة سهلة وبسيطة ومنجزة، ولو في نفس الوقت عايزة تعملي حاجة حلوة ومش مكلفة للدرجة اللي هي يعني احنا كل اللي كلفناه هي لفة الجلاش، وطبعا نشا ولبن والحاجات دي بتبقى موجودة عندنا في البيت. وعملنا حاجة حلوة بسطنا بيها نفسنا وبسطنا بيها الولاد. هقطعها كده معايا بالرول بتاع البيتزا عشان بيبقى حامي. وهطلع بقى القطعة، بصوا زي ما انتم شايفين كده. بصوا تحفة. بس طبعا سيبيها ايه لحد ما تبرد وتهدى علشان ما تتقطعش معاكي وانت بتطلعيها من قلب الصينية. وفي نفس الوقت يكون القشطة تماسكت شوية وبقت كده. بصوا طبقة جميلة كده بألف هنا وشفا، تحفة. قطعها بقى بالشوكة، بس طبعا هي مش بتتقطع بالشوكة، هي عايزة شوكة وسكينة علشان تتقطع بيها. بصوا مورق بقى وجميل وتحفة بجد، بألف هنا وشفا. أتمنى إن الطريقة البسيطة السهلة دي تعجبكم وتنور ايدكم النهاردة. متنسوش بالله عليكم تدعموا القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.